ورمي التماس لنادي الزمالك. تتلعب على طول الكرة، فرصة هدف وهدف. احمد حسن، دي الميزة بتاعته اللي لما بيلعبوا اداء جماعي وياخد الكرات الطويلة ديت هو منزله مستر فيرا. عشان كده احمد حسن وهدف التقدم لنادي الزمالك، وما يقدرش يعمل فيها حاجة بدل احمد فوزي. انما الراجل اهو هو كان لازم يستريح شوية. اسلام صلاح كان لازم، لسه متأثر، انما اللي بيلعب مع الاهلي والزمالك بيبقى عاوز يلعب عشان خاطر الشهرة ويمكن اكيد ياخدوني. هو بدل ما يطلعها على جنب ريحها لاحمد حسن المنطلق، وواحد الزمالك لا شيء. ومرة واحدة مجدي بقى قال لك ده مش بيصفر، اديله. وفعلا صفر طارق مجدي بضرب جزاء في نادي الداخلية في الدقيقة 15 من زمن الشوط الثاني، 15 وشوية كده ونص، والزمالك متقدم بهدف وضرب الجزاء. والنجم احمد سمير. واحدة تقول لي انت هتنجمه من صغره. اللعيب لما بياخد فرصة بيبان. في لعيبه في الاهلي وفي الزمالك خدوا فرص كتير قوي وبقوا نجوم وهم مش في حمل الولد الغلبان ده اللي بينحت في الصخر ده اهو، وتلاقيه غلبان قوي يا دوبك بيشتري جزمه واحده بس. وهي الكره بتيجي من امثال هؤلاء الفنانين دول. اقعد ساكت ده احسن يضيعها. احمد سمير يضيع مين؟ ده راجل لعيب قوي احمد سمير اهو. احمد سمير بتاع الداخليه مش بتاع نادي الزمالك، يحط هدف يعني جميل من ضرب الجزاء عشان تصبح النتيجة 1-1. 1 الزمالك 1 الداخلية. والمباراة بقى كده هتحلو، وهنشوف مستر فيرا هيقوم وعلاء هيقوم لعيب كويس قوي. هل يسيبوه يروح بورتو ولا يقعدوه جنبيهم لغاية لما يصدي؟ لعيب عنده ثقة ولعيب عنده مهارة. ولا هيعمل زي حنفي في المقصة؟ حنفي كان مكسر الدنيا وبعدين راح نادي الزمالك وبعدين راح الجيش. تقرير محمد القاضي والمشرف العام ابو المعاطي زكي، وهندسه مهندس وليد الوحش، والصوت محمود عبد اللطيف، وفني الصوت نبيل سعد، وجرافيك هشام سلامه. وهدف غلطوني الناس وما كانش ابدا اقول اسامي الا بعد ضربه ركنيه، حقكم عليا خالص. وسيسي يحط هدف التقدم. عبد الله سيسي على غره يحط سيسي على غير المتوقع اهو، بيعمل حاجات غريبه. يتقدم الزمالك بهدف جميل لسيسي. شفت المكافاه بقى حلوه ازاي اهو، تتلعب الكوره وداخل سيسي. يا سلام، مرتين على مرتين عبد الله سيسي. واثنين الزمالك 1 الداخليه. وما يعملش اكتر من كده احمد فوزي، انما الكره راحت لسوء حظه الى سيسي المتابع. واحلى ما في المباراه الهدف دي، الصده دي والهدف ده. احلى ما في المباراه الصده دي والهدف دي والرفعه دي. يعني في الرفعه دي والنطه دي والصده دي والمتابعه دي احلى ما في المباراه من